ركز عشان دول اخر يوم ونص هتذاكر فيهم صرف، فما تضيعهمش من ايدك، ولا اكن كان في حياتك ماده اسمها نحو اصلا. ما تخليش ده ياثر على نفسيتك في الامتحانات اللي جايه كلها، فاهمني؟ وطبعا مش محتاج اقولك يعني انت هتسكيب الاسئله اللي هي مش عليك او على الادبي بس. وحتى لو ما حلتش كويس او الوضع مش الطف حاجه، فلسه في تصحيح، ولسه في درجات، ولسه في حاجات كتير جدا، وربنا هيكرمك في اي حاجه من دول. مساء الخير، وقبل اي كلام وقبل اي حاجه خالص طمنا عليك بس بعد امتحان النحو. الامتحان كان عامل ايه؟ وجه الامتحان التجريبي او بنفس طريقته يعني ولا لا؟ فالكومنتات مفتوحه، عيش طمنا عليك. وعموما يعني اتمنى ان الامتحان يكون كان كويس جدا يعني، وعملت اللي عليك وزياده، وحليت كويس وطالع مبسوط ومجبور الخاطر. وحتى لو ما حلتش كويس او الوضع مش الطف حاجه، فلسه في تصحيح، ولسه في درجات، ولسه في حاجات كتير جدا، وربنا هيكرمك في اي حاجه من دول. وسواء حليت كويس او حليت وحش، واتمنى طبعا ان انت تكون حليت كويس، فما تخليش ده ياثر على اي حاجه من الامتحانات اللي جايه. مهما حصل مالكش دعوه باللي فات، اللي فات خلاص مات، ما تفكرش فيه تاني. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. احنا بقى دلوقتي ميعادنا مع امتحان الصرف، فمن غير رغي كتير، بس قبل ما نبدأ بس يا ريت تشير الفيديو ده لاصحابك علشان يستفيدوا كلهم، او الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من طلاب الثانويه الازهريه وكلهم يستفيدوا. وطبيعي جدا انت هتاخد الثواب. اول حاجه كده، انت معاك حوالي يوم ونص على امتحان الصرف، فهتبدأ من النهارده عادي جدا. يفضل بقى تقسم الصرف موضع موضع، يعني الكام درس الاولاني اللي هم بتاع همزه الوصل والقطع والحاجات ديت كلها لمها مع بعض في نفس القعده يعني، وبقيه المواضع خلص الموضع وحل عليه. بالنسبه للحل اللي على الاجزاء ديت، فيفضل انك تحله من بنك الاسئله. لو بنك الاسئله ده مش معاك، فهتلاقيه على قناه التليجرام بتاعتنا، وهتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو. في الصرف اسئله كتاب المعهد مهمه جدا جدا يعني، فلازم تحلهم، حتى حلهم قبل ما تحل امتحانات السنين اللي فاتت يعني، فاهمني؟ وبعد ما تخلص مراجعه او مذاكره الاجزاء ديت كلها، وتخلص المنهج كله يعني مراجعه وحل، هتدخل بقى على امتحانات السنين اللي فاتت. وبرده زي ما قلت لك، امتحان النحو اللي فات هتحل الامتحانات كلها بتاعت كتاب المرشد اللي هي بتاعت العلمي، دور اول وتاني وتجريبي وكل الكلام ده كله. ولو حبيت تدخل على امتحانات الادب اللي هي بتاعت السنين القريبه، اللي هي 2022 و2023 و2024، دور اول وتاني وتجريبي، فده هيبقى كويس جدا ليك. وطبعا مش محتاج اقول لك يعني انت هتسكيب الاسئله اللي هي مش عليك او على الادبي بس. تركز بقى على ايه في الماده. اهم حاجه انك تحفظ امثله لكل حاجه، زي ما قلت لك برضو في النحو انت هتحفظ مثال واحد او مثالين لكل حاجه، وبقيه الامثله تعرف ان هي بتاعت الموضع ده، او تخص بدال الواو ياء مثلا، فاهمني؟ بحيث ان هو لو سالك في اي حاجه، سواء بقى في الاسئله اللي هي صح وغلط او اختياري او whatever يعني، زي ما الامتحان هيجي تبقى انت عارف ان ده تبع ده. ومع الحل الكتير سواء من بنك الاسئله او من امتحانات السنين اللي فاتت، فالحاجات دي هتتحفظ حرفيا وهتتحفر في دماغك. فما تقلقش، بس اتعب في الماده في اليوم ونص دول. ركز عشان دول اخر يوم ونص هتذاكر فيهم صرف، فما تضيعهمش من ايدك. تحل كام امتحان؟ اقل حاجه خالص 20 امتحان، والامتحانات مش تاخد معاك وقت لو انت مراجع ومذاكر كويس. فالموضوع مش صعب حرفيا، انت سهل جدا تقفل الكتاب كله. حتى لو في حاجات انت حلتها قبل كده عيد عليها تاني، مفيش مشكله. اما بقى اللي تسمع مين في المراجعات، فبرضه زي ما قلت لك في امتحان النحو المفيد ودروس عربيه، لو انت في حاجات لسه واقعه منك او في حاجات لسه مش احسن حاجه، فاسمعهم هيفيدوك جدا يعني، سواء مراجعه المنهج كله او حل الاسئله. قناه المفيد كان بينزل مراجعات كده على المنهج، وقناه دروس عربيه كان بينزل حل امتحانات تجريبيه او مراجعه كده حل اسئله يعني. لو انت ما عرفتش تجيب ده كله لوحدك اصلا يعني، ويفضل تعمل كده، العرب اصلا مش مستاهل يعني، فاسمعهم عادي جدا يعني، مفيش مشكله، فاهمني؟ واخر حاجه حابب اقولها لك، سواء عكيت في امتحان النحو او لا، فده ملوش اي علاقه بالامتحانات اللي جايه، ولا اكن كان في حياتك ماده اسمها نحو اصلا. ما تخليش ده ياثر على نفسيتك في الامتحانات اللي جايه كلها، فاهمني؟ واخر حاجه حابب اقولها لك، انك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشيره لاصحابك علشان كلهم يستفيدوا. وهتلاقي تحت قناه التليجرام بتاعتنا، يا ريت برضه تنضم ليها. وكان معكم دكتور محمد عزازي، طالب في الفرقه الاولى طب ازهر دمياط. اشوفكم الفيديو الجاي.